الأهلي. استطاع نادي الأهلي الفوز على استاد أبتجان 4-2 في افتتاح دوري أبطال أفريقيا والدفاع عن لقبه ال13، بداية الدفاع عن لقبه ال13 بالفوز على استاد أبتجان الإيفواري 4-2. قبل الحديث في أحداث المباراة نبارك لصاحبي وأخي وحبيبي مصطفى عبد الله رضوان على توليته مشيخة البلد أو مشيخة الحصة، فإنه خير خلف لخير سلف. من قبل كان المرحوم عبد الرحمن رضوان، ومن بعده المرحوم عبد الله رضوان، واليوم هو مصطفى عبد الله رضوان، فإنه خير خلف لخير سلف. فنبارك ونهنئ لشيخنا مصطفى عبد الله رضوان، ألف ألف مبروك. أحداث مباراة الأهلي وفوز الأهلي على استاد أبتجان الأفواري 4-2 في ليلة تألق كهربا. الأهلي يدافع عن لقبه وفوزه على استاد أبتجان الأفواري 4-2 في ليلة تألق كهربا وعودة كهربا في هذا المباراة. يبقى فوز الأهلي 4-2 كهربا وتألقه في أرض المباراة، رضاء كولر عن كريم الدبيس، رضاء كولر عن كريم الدبيس، ونزول كريم الدبيس بديل ليحيى عطية الله. أحداث مباراة: الأهلي امتلك الكرة في المباراة بالكامل، أضاع أهداف كثيرة. طبعا الأهلي أضاع أهداف كثيرة، كهربا انفراد هو والمروة، حكم الراية تسلل على حسين الشحات وهو مفيش تسلل نهائي، مفيش تسلل نهائي. تسلل أيضا على طاهر محمد طاهر ومفيش تسلل، كور صحيحة 100%. لكن حكم الراية أوقف النتيجة عند 4-2. تألق كهربا ورضاء كولر عن كريم الدبيس حلقة تفصيلية، حلقة نارية على اليوتيوب في الكوتش سبورت، إن شاء الله بعد قليل انتظروني فيها. وألف مبروك في الفوز الأهلي على استاد أبتجان والدفاع عن لقبه ال13 بافتتاحية، ولا أروع من هذا الافتتاحية وهو الفوز 4-2. وألف مبروك، والسلام عليكم ورحمة الله. لايك وشير وصلي على النبي الزين.